مين الملاكم المجرم اللي قدر يكسر فك محمد علي؟ في 31 مارس 1973 وقف محمد علي على الحلبة قدام كين نورتون. كين نورتون هو كان ملاكم مش معروف وقتها، قليل الخبرة، والناس قالوا ان الماتش ده سهل، محمد علي هيكسبه بسهولة. لكن من اول جرس الحلبة ما رن، نورتون فاجئ العالم، لعب بخشونة، كان مستعد كويس قوي للماتش ده ومركز عليه، ضغط كويس، كان عنده ان هو يموت بس ما يخسرش الماتش ده. محمد علي قال له ايه ده، انت هتعمل لي جامد ولا ايه؟ ولكن المفاجاه بصراحه ان كين نورتون اثبت له انه جامد جدا، لانه في الجوله الثانيه حصلت الصدمه. نورتون ضرب ضربه قويه كسرت فك محمد علي. وهنا يجي سؤال مهم في حلقتنا، هل محمد علي كمل وهو فكه مكسور؟ هقول لك كمل الماتش، كان بيتعذب، ما قدرش يقفل بقه 12 جوله كامله، انت متخيل؟ لكنه فضل يقاتل لاخر نفس. اصله هيعمل ايه؟ ما هي دي الضريبه اللي لازم يدفعها البطل، وهي دي ضريبه اسمه محمد علي. الناس في الماتش ده ما كانتش مصدقه، الاسطوره فكه اتكسر وبيتضرب وبيتغلب، وانتهت المباراه بالسبليت ديسيجن، فوز كين نورتون بالنقط. الهزيمه دي مش بس كسرت فك محمد علي، دي كانت واحدة من أصعب اللحظات اللي مرت عليه في حياته على الحلبة، وكان باين على وشه ساعتها إنه فعلا اللحظة دي كانت عنيفة جدا عليه. بس تفتكروا محمد علي هيتغلب ويسكت؟ ده مفيش حد في مسيرته محمد علي لعبه وخسر منه وجات له الفرصة تاني إنه يلعبه إلا وكسبه بالمرة والمرتين كمان. ودي طبيعة البطل، إنه هو رجع أقوى ولعب كين نورتون مرتين بعد كده وكسبه في المرتين. الماتش ده مش بس غير التاريخ، ده علمنا إن الأبطال أحيانا بيتكسروا لكن ما بينتهوش.